بيبدأ فيلمنا بتاع النهاردة بحكاية من زمان عن أب فنان وزوجته وبنته. فالأب بيروح علشان يحقق موهبته بعيد عنهم ومش بيرجع، فالأم بتضطر إنها تشتغل علشان تصرف على بنتها، فاختارت صناعة الأحذية وعلمت بنتها كمان. ولما بنتها كبرت واتجوزت اشتغلت برضو في الأحذية هي وجوزها. والست دي بقى هي جدة بطلنا اللي اسمه ميكيل، وهي اسمها كوكو. وبيحكي لنا ميكيل إن الجدة كوكو عندها فقدان في الذاكرة، ومع ذلك بيحب يحكي لها كل حاجة وبيشاركها حكاياته. وكمان بيقول لنا ان عيلته هي الوحيدة في البلد اللي هم عايشين فيها بتكره الموسيقى، وهو الوحيد اللي مختلف عنهم وبيحبها ونفسه يكون فنان مشهور. وقدوته في الهواية دي هو أرنستو ديلا كروز، وبنعرف ان هو كان اعظم موسيقار ومغني في المكسيك. وبنشوفه وهو واقف في الساحة قدام التمثال بتاعه وبيحكي لنا قصته. وبنعرف انه بدأ في سانتا سيسيليا، ودي نفس المدينة اللي عايش فيها ميكيل. وان ديلا كروز اما كان بيعزف وبيغني الناس كانت بتقع في غرامه، لحد ما كان في مرة على المسرح وبيغني ووقع عليه جرس كبير ومات، وكان في ايديه الجيتار بتاعه. وبيحكي لنا قد ايه هو بيحبه جدا وان هو قدوته، وبيحس ان في حاجة بتربط بينهم بس هو مش عارف هي ايه. وبعد كده بنشوف ميكيل وهو قاعد بيلمع جزمة موسيقار، وهم قاعدين بيتحط بوستر بيعلن عن مسابقة للموسيقى والغنى. فالراجل بيقول له لو انت عايز تبقى مشهور قدم في المسابقة دي وروح اعرض موهبتك. والراجل بيديله الجيتار بتاعه وبيقول له وريني موهبتك. فلما بيمسك الجيتار وبيجي يعزف بيلاقي جدته جايه عليه وبتزعق للراجل وبتقول له انه يبعد عن ميكيل، وبتقول لميكيل يجي وراها. واول ما بيوصلوا البيت الجده بتشتكي لباباه ومامته وبتقول لهم ان هي لقيته في ساحه الفنانين وماسك الجيتار وبيعزف. فميكيل بيدافع عن نفسه وبيقول لهم انه كان بيلمع الجزم. فاهله بيقولوا له انه يبعد عن ساحه الفنانين، وهو بيطلب منهم انه يقدم في المسابقه دي. فالعيله بتضحك عليه وبتقول له انت ما عندكش مواهب، واللي بيقدم بيكون عنده موهبة. فجدته بتقوله النهاردة يوم الموتى وبتديله الورد وبتقوله ان مفيش حد هيطلع ويروح في حتة، وبتبدأ تشرح له يعني ايه يوم الموتى، وان ده يوم بيقدموا فيه القرابين على المسبح اللي بيعدي فيه ارواح الميتين، والمسبح ده بيلم شمل العيلة، فاحنا لازم نقدم لهم كل حاجة علشان يحبوها عشان الارواح تعدي بسلام. وان انا مش عايزاك تروح لساحة الفنانين علشان مصيرك ما يبقاش عامل زي والد جدتك كوكو. وبنشوف ميكيل وهو في مكانه الخاص وبيدخل عليه الكلب دانتي وبيشوفه وهو ماسك الجيتار وبيقول للكلب انه ما يعملش صوت علشان محدش يسمعه. وبنشوفه وهو بيفتح تلفزيون صغير على أرنستو ديلا كروز وبيسمعه وهو بيقول انه محققش حلمه بسهولة وانه عافر علشان يحققه. فبيقرر ميكيل انه يقلده ويدور على حلمه هو كمان، وانه مش هيخاف ولا يهرب من حلمه. وبالليل بيحاول ميكيل انه يهرب من العيلة لكن بيشوفهم جايين فبيهرب منهم وبيدخل يخبي الجيتار بسرعة. والعيلة كلها بتدخل عليه وبيقولوا له انهم خلاص قرروا انهم يشغلوا معاهم في محنة صناعة الأحذية وبيلبسوه مريالة الشغل. فميكيل بيقول لهم انه ما يعرفش حاجة عن الشغل ده، فبيقولوا له ان عيلتنا كلها اتعلمته وانت واحد مننا. بعد كده الكلب شد الترابيزة فبيهز كل حاجة عليها وبيوقع صورة جدته الكبيرة، وبيشوف الجزء اللي باقي من الصورة وهو جده وماسك الجيتار بتاعه. فمن كتر حبه لأرنستو ديلا كروز كان حافظ شكل الجيتار بتاعه، فلقى الراجل ده ماسك الجيتار نفسه فعرف ان جده هو ديلا كروز. فميكيل بيطلع وبيقول لهم انا عرفت مين جده الحقيقي وان هو ديلا كروز، وبيكون فرحان جدا وبيقول لهم ان هو عايز يبقى زيه. فالجده بتتعصب عليه جدا وبتقول له ان هم ما يعرفوش حاجه على ارنستو ديلا كروز وان الموسيقى ممنوعه عندهم، وبتمسك الجده الجيتار بتاعه وبتكسره. فبيزعل ميكيل وبيمشي وبيسيبهم، وبيروح ميكيل على ساحه المسابقه وبيتحايل على كل الموجودين انهم يسلفوه الجيتار بتاعهم علشان يقدم عرضه، لكن الكل بيرفض. وبعد كده بنشوفه وهو بيبص على تمثال ارنستو وبيلاقي مكتوب عليه اغتنم فرصتك. فبسرعه بيروح ميكيل علشان يسرق جيتار ارنستو وبيكسر الازاز وبيدخل على المتحف وبياخد الجيتار من مكانه وبيعتذر لصورة ارنستو ان هو اخد الجيتار بتاعه بس هو مضطر علشان يقدم العرض وهيرجعه مكانه تاني. وفجأة بيظهر صوت الناس عالي جدا لان جيتار ارنستو اختفى، واول ما بيدخلوا بيحاول يشرح لهم انه مش عايز يسرقه وانه عايز يقدم موهبته بس. لكن الغريبة ان الناس مش بتشوفه، واول ما بيشوف مامته وباباه بيدوروا عليه بيجري عليهم يحضنهم، لكن برضه كأنه هوا عدى من وسطهم. وفجأة بيقع في الحفرة وبيلاقي نفسه شايف الميتين، والميتين بيستغربوا لانهم برضه شايفينه، وبيعرف انه راح لعالم الميتين. فعيلته بترحب بيه وبتحضنه وبياخدوه وبيوروه عالم الاموات، وهم بيعدوه الجسر، واللي بيعدي الجسر ده بيكون اهله افتكروه حطوله صورة على المسبح. وبيعرف يعدي ميكيل معاهم والميتين بيتفرجوا
بيتفرجوا عليه بانبهار، وبيدخل على جدته إيميلدا وبيقول لها إنه أخد صورتها من على المسبح بالغلط بسبب الكلب بتاعه. فالجدة بتتعصب عليه، والموظف اللي هناك بيقول له إنه لازم يجيب مباركته للجدة علشان تعرف تعدي. فالجدة بتديله المباركة بتاعتها علشان هو يروح لحياته الطبيعية قصاد إنه يحط صورتها على المسبح علشان تعرف تعدي الجسر تاني. لكن أول ما بتباركه بيقرر ياخد الجيتار ويروح يعزف بيه في الحفلة، وبمجرد ما بيمسك الجيتار بيرجع تاني لعالم الأموات. فالجدة بتتعصب عليه وبيقول لها إنه مش عايز يتنازل عن حلمه وإنه عايز يغني، وبيطلب المساعدة من باقي العيلة وبيرجع تاني. لكن الجدة بتقوله إنه مفيش حد يقدر يساعده غيره ولازم تنسى الغنى والموسيقى ده. فبيجري ميكيل منهم علشان يروح يدور على جده أرنستو وياخد مباركته منه. فبيطلب ميكيل من واحد من الميتين إنه يساعده إنه يلاقي جده. في الوقت ده بتكون جدته خلت الحيوان لبيري يدور عليه لأنه بيعرف يشم ريحة الزهور اللي فيها ريحة ميكيل. وبنلاقي إن الهيكل العظمي وافق إنه يساعد ميكيل بس بشرط إنه يحط صورته على المسبح أول ما يرجع عالم الأحياء علشان يعرف يعدي الجسر. وبيعرفوا إن أرنستو كل سنة بينظم حفلة لعيد الموتى، فبيبدأ يسأل ميكيل إذا كان معاه تذكرة يدخلوا بيها الحفلة. فالهيكل بيقول له لا، فبيزعل ميكيل منه. لكن الهيكل بيقول له أنا أعرف أدخل المكان اللي بيتدرب فيه أرنستو وبيتحركوا. وبيروحوا للرسامة فيريدا الرسامة المعروفة وبتاخد رأيه في العرض بتاعها. فبيعرض عليها ميكيل إنها تضيف لحن على العرض بتاعها، فبيسألها على ميعاد عرض أرنستو، فبتقول له ميعاد ظهور أرنستو في آخر العرض، وكمان إنه مش بيعمل تدريب أداء وإنه مشغول حاليا لأنه عنده حفلة في البرج بتاعه. وبعد كده بيروح ميكيل والهيكل العظمي وبيكونوا عايزين يدخلوا لأرنستو، فبيقول له إنه لازم يكسب العرض الموسيقي في ساحة ديلا كروز. فبياخدوا الهيكل العظمي وبيروحوا لقريبه علشان ياخد منه الجيتار ويعزف عليه. فقريبه بيقول له إنه لو عايز ياخد الجيتار يعزف له شوية. فالهيكل بياخد منه الجيتار وبيقعد يعزف له شوية عليه وبيغني له. وفجأة بنشوف قريبه وهو بيختفي، فميكيل بيسأله إيه اللي حصل ده. فالهيكل العظمي بيعرفه إن لو محدش افتكره من عالم الأحياء وحط صورته على المسبح هيختفوا ومش هيبقى ليه أثر وجود تاني، وده بيبقى اسمه الموت الأخير. وبعد كده بنشوف ميكيل والهيكل العظمي وصلوا لساحة ديلا كروز، وبيجي دور ميكيل وبيطلع يعزف، والناس كلها بتكون منبهرة بالعرض بتاعه. وفجأة بيجي أهله علشان يمسكوه وبيهرب منهم ميكيل، وبتجري وراه جدته وبتحاول تفهمه إنها بتحب الموسيقى وإنها كانت بتحب تغني مع جوزها، وإنها علشان العيلة تستمر اضطرت تقدم تنازلات. فرد عليها ميكيل وبيقول لها إن العيلة لازم تكون داعمة وسند لبعضها، وبيمشي وبيسيبها. وبيوصل لساحة ديلا كروز وبيفضل ينادي على جده ومحدش بيسمعه من الصوت، فبيضطر إنه يطلع على السلم من فوق خالص وبيعزف بالجيتار وكمان بيغني. فجده بيجي وبيشوفه وبيقول له انت الولد اللي جيت من عالم الأحياء. فبيستغرب ميكيل إنه عرفه وبيقول له إن كل الناس بتتكلم عنك، وبيبدأ ميكيل يحكي له على كل حاجة. فبيفرح أرنستو وبيقول للناس يفرحوا ويرقصوا. وبعد كده بنشوف ميكيل ماشي مع جده أرنستو وبيسأله انت ندمت إنك فضلت الموسيقى على أهلك؟ فبيقول له أرنستو إن الموضوع كان صعب جدا لكن ما كانش فيه حل تاني قدامه علشان يحقق حلمه. فأرنستو بيطلب منه إنه يكون ضيف الشرف بتاع الحفلة، لكن ميكيل بيوريه إن جسمه بدأ يتحول لهيكل عظمي وإنه لازم ياخد مباركته علشان هيموت لو فضل هنا لحد الشروق. فبيجي علشان يديله مباركته، وقبل ما يديله بيدخل الهيكل العظمي وبنعرف إن اسمه هيكتور وإنه كان صديق أرنستو وهم صغيرين، وإن هو اللي كان كاتب له الأغاني اللي نجحت كلها، وإن أرنستو حط له السم في المشروب لما قرر يرجع لعيلته وما يكملش في مجال الغنى، ولما قرر كده موته. فبيأمر أرنستو الحرس بتوعه إنهم يرموا هيكتور وميكيل في المية. وبيبدأ هيكتور يحكي وبيقول إنه كان نفسه يرجع مدينته علشان يشوف مراته وبنته كوكو. وفي الوقت ده ميكيل عرف إن هيكتور هو جده الحقيقي، وإن أرنستو سرق الجيتار بتاعه والأغاني وموته. وفي الوقت ده بتوصل إيميلدا مع حيوان، فميكيل بيحاول يصلح ما بين إيميلدا وهيكتور وإن هو ما سابهمش وهرب. فبيروح بسرعة علشان ياخد الصورة من أرنستو قبل ما يقطعها ويختفي هيكتور للأبد. وبعد خناق بتاخد إيميلدا الصورة وبنشوفها وهي على المسرح وماسكة المايك وبتغني وهيكتور بيعزف. وبعد ما بيخلصوا غنى إيميلدا بتدي صورة هيكتور لميكيل وبتقول له ما تنساش حب عيلتك ليك وبتباركه. وقبل ما بيحصل كده بيظهر أرنستو وبياخد الصورة علشان محدش يعرف هيكتور ويختفي تماما. وفي الوقت ده بيكون الجمهور عرف كل حاجة وسمع حقيقة أرنستو، فبيعرف ميكيل إنه يرجع لعالم الأحياء. وبعد كده بيروح لجدته كوكو وبيمسك الجيتار وبيبدأ يغني لها الأغنية اللي كانت بتحبها زمان من باباها. فبنشوف الجدة وهي بتضحك وبتطلع صورة باباها اللي كانت مقطوعة من الصورة وبيلزقوها
بيحلقوها وبيحطوها على المسبح، وكمان بيحطوا صورة الجدة كوكو اللي بتكون ماتت وبنشوفها في عالم الأموات مع باباها ومامتها، وبتكون وحشة باباها وبيسلم عليها وبيبوسها جامد، وبيتحول بيت عيلة هيكتور لمتحف الناس بتيجي تزوره، وميكيل بيحقق حلمه أخيرا وبيكون عازف جيتار ومغني ناجح جدا. وبكده يكون خلص فيلمنا بتاع النهاردة. لو وصلت معانا لغاية هنا يبقى أكيد الفيلم عجبك. ما تنساش بقى تحط لنا اللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناة وتقول لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش برضو تقول لنا في الكومنتات عايز الفيلم الجاي يكون عن ايه. سلام.